مرحبا خالة، أمي دزتني تريد سطل مي، أبوي يريد يروح للدوام يغسل والماي مقطوع. خضر على قبره خاله، العده ماي ما يطي، احنا نشتري ماي ارو والحنفيات يابسه ما يجينا الماي. روح البيت ابو حسين عندهم ماي فاتحين اب ثاني جديد، روح لهم يعطونك ماي عافية الحباب. خرب ساعة السودة، خرب هيج حياة. ام خليل سد الماي خلي يوصل للمغسلة. غسلت عيوني بالصابون عمني اغسل بيش هسه، سد الماي يا معودين. سادين الحنفيات كلها أبو خليل، هو الماي مقطوع من الصبح. قابل ضامي عليك يا رجال، هي هاي حياتنا بالعراق، تقبلها أو ما تقبلها. هاك شوف بس حك صار اسبوع مسابحة، والجهال ملابسهم ما غاسلتهم. شوف النجار ابو خليل راح يقتلنا الوسخ ابو خليل. هسه شلون؟ دز خليل للجيران يجيب سطلة ماي، اغسل اريد اطلع للدوام يا معودة، دزيه. مرحبا خالة، أمي دزتني تريد سطل مي، أبوي يريد يروح للدوام يغسل والماي مقطوع. خضر على قبره خاله، العده ماي ما يطي، احنا نشتري ماي ارو والحنفيات يابسه ما يجينا الماي. روح البيت ابو حسين عندهم ماي فاتحين اب ثاني جديد، روح لهم يعطونك ماي عافية الحباب. خوش خالة خوش، شكرا جزيلا، يلا مع السلامة. سلمني على امك خاله، قلها فلوس السلفة يمتى تدفعهن، يمتى توديهن، صار شهرين ما دافعه، عافية حباب لا تنسى. يما بيتهم ستار ما عندهم ماي، والحجية تقول لي اريد فلوس السلفة، قل لامك اريد فلوس السلفة، شو تأخرت عليهن وماي ما عندهم. ودتنا على بيت ابو حسين، رحت البيت ابو حسين هم ما عندهم ماي. ما ادري انا افتر بالسطل بالدربونة وما حد يعطينا ماي. شنو سالفة الماي؟ منين نجيب؟ عندنا نهرين دجلة والفرات والماي ماكو. تنسحب الماي بالمطر، يجي الماي تطفى الكهرباء، تجي الكهرباء ينقطع الماي، شلون اذا بروح من السطح؟ اقول لك ابو خليل، احسن حل روحوا للنهر قريب علينا، وترس ماي. انا هم اريد اسبح كتن الوسخ واغسل الملابس قطيعة وماي النجيعة. اي والله. هذا منو اجانا هسه؟ هو وقتها هسه، خل اشوف منو. مرحبا عين ابو خليل، عليكم 6 شهور ما دافعين ورقة الماي، وهذا انذار بالقطع. خلال اسبوع اذا ما تدفعون نجي نقطع الماي عليكم. شو تقول انت؟ شنو رايك تنطيني هسه لو تروح للدائرة؟ هو الماي يجي ساعتين نشغل الموتور يسحب ان ربع التاكي، تنطفي الكهرباء، وعلى هاي الحالة طحينك ناعم. ما تقول لي يا معود شنو السالفة؟ انا موظف ابو خليل شعلي، هاي اوراق ووصولات. روح انت للدائرة مال البلدية واحكي هذا الحكي، قابل انا السوداني وتشكيلي. ابو خليل هو الراتب وش بقى منه؟ سلفة 200 وايجار 500، بقت 100 الف. الداين عليهم 400 الف سدد الماي، وناكل احجار باقي الشهر. يا معود شوف النصرف، هاي مو عيشة صارت دمار. كلها براس الرجال، الماي والكهرباء والاكل، وهذا تمرض وهذا وصله للمدرسة. لو ادري هيك ما تزوجت، بقيت زقرتي يا معودة. يلا راح اروح للنهر ونترس الماي انا وخليل، امري لله، هي هاي الحياة، شو اسوي بعد؟ قسمتي ومكتوبة علي. اي باخ، وين النهر وين الماي؟ تركيا تسد الماي زين شلون ما تعرف؟ اكو اطفال وناس ونبات. هي هاي الحرب على الشعب العراقي، المفروض نقاطعهم تجاريا حتى يعرفون معنى الحياة المشتركة. هسه شلون شو نسوي يابا؟ امي قالت لا ترجعون اذا ما جبتوا ماي. ايش راح نسوي؟ منين نجيب الماي؟ هذا الماي مشكلة، شلون بالله شلون راح نتصرف؟ ما ادري منين نجيبه، نصنع الماي شلون بالله. لا نفتح بير، اي نفتح بير بالحديقة ونرتاح من سالفة الماي، وهذا هو الحل الوحيد. اهلا وسهلا. اي نفتح بيارة مال ماي واسعارنا زينة، بس مرات يطلع الماي مالح، هاي مو مسؤوليتنا.
وانت بكيفك قرر حتى نروح نفتح البير إلكم. يعني شلون يطلع الماي مالح؟ هاي هم مشكلة، بس هم ما يخالف يفيدنا للغسل والتنظيف. أمرنا الله، يطلع ماي مالح يطلع بيبسي، شو نسوي؟ قسمتنا. اقول لك خويا، انا مو قلت لك مو مسؤوليتنا؟ هذا الماي طلع نفط، وانت بعد بكيفك، تريد نسده تريد نعوفه بكيفك. نفط بعد احسن، خليه. هي هاي حصتي من النفط بالعراق العظيم، خل ابيع منه وافتح بنزين خانه بالبيت. شو نسوي بعد؟ نفط ابيض، نفط ابيض، قرب يا ولد، نفط ابيض، نفط جديد، نفط تازه، قرب يا ولد. ها ما شاء الله تبيعون نفط؟ ابو خليل جينا نقطع الماي لان ما دافعين، والانذار اليوم اخر يوم. ها شو تقول؟ خليل انطي 500,000 مال الماي الخالك، وانطي ورقتين كرامية مني. هو اللي يبيع النفط هم يهتم للماي. شو تقول انت؟